بابقى متضايق. من انا باتضايق يا اسطى طول ما انا ماشي كده الاقي اطفال الشوارع. تمام، فين اهاليها؟ يعني اهاليهم فين؟ انا والله العظيم باخد الطفل من دول ارجعه عند اهله ويسيب البيت ويمشي، بيحس ان هو غريب في بيته. انا عايز اعرف، طب الاهالي اللي بتظلم اولادها دول، يعني انت بتخلف عشان تظلم ابنك، ولا الواحد بيتمنى ضفر عيل؟ انت بتخلف عشان تظلم ابنك، ولا بتخلف عشان تربيه ويبقى احسن واحد في الدنيا؟ مهما كان ده طفل، مهما كان بيغلط ده طفل. تعرف يا زمان وانت الاعلم. شفنا من الدنيا قساوة كتير وما زلنا بنستنى الاحسن. بندور بره الاهل على اللي يطمنا، علشان اهلنا مش حاسيننا وخلونا كتير جدا نحزن. تعرف يا زمان، هحكي لك شيء عن واحد زي بيشبهني. كان كل قرايبه عقارب وياه مش رحمة. عاش وحده همومه بدون اهله ولا حتى اصحاب رغم الزحمة. صلة الارحام كان يسمع عنها كلام في الخطبة وبس. صلة الارحام بالنسبة له كانت اوهام مش شيء يتحس، وبناء على ذلك طبعا عاش خايف جدا من الاغراب. قال جوه في روحه لو كان الاهل بهذا الشكل فاكيد الناس مليانة خراب. تعرف يا زمان، ادمنا الوحدة واننا نبقى في حالنا خلاص. ردينا الباب على نفسينا وقفلنا الباب ب200 ترباس. الغربة صحيح مش انك تترك اهلك وصحابك وتقول يا وداع. في ناس عايشين اغراب بين اهاليهم، ودي غربة بتقتل اكتر من انك تترك ارضك وصحابك وتقول يا وداع. يا سلام على الواحد لما يعيش هو في وادي واهله في وادي. يا سلام على الواحد لما يكون بيدادي الناس وما يلقاش حد يدادي. يا سلام على اقرب ناس ليك لما تكون جنبك لكن بيك مش حاسين. يا سلام على وجعك لما تقول الاقيها يا رب منين انا ولا منين. تعرف يا زمان كان كل الواحد فينا لو شاف القسوة من الاغراب يرجع على البيت ويلاقي الاهل بيمحوا او لما يكون غلطان يلاقيهم بيخففوا مش بيبكتوا ويزودوا على القلب المعاناة. في اهالي كتير جاهلين ان ولادهم محتاجة الاهل. الامر يبان سهل ولكن الامر بجد ما هواش سهل. كان كل منانا اننا نلاقيهم جنبنا وقت ما نحتاجهم. الصعب في الموضوع يا عمار اننا دلوقتي بقينا بنسأل نفسنا اهلنا فينهم. حسينا ان احنا بقينا اغراب بين اهالينا. ودي غربة بتوجع اكتر من انك تترك ارضك وصحابك وتقول يا وداع.